الراجل ده ما تعاقبش لغايه دلوقتي ليه؟ الراجل اللي شتم جمهور الاهلي كله قدام الناس كلها، والفيديو قدام الناس كلها بعد لقاء النادي الاهلي وبيراميدز، اللي شتم امهات جمهور الاهلي كله، ما تعاقبش لغايه دلوقتي ليه؟ من اسبوع كده سمعنا اللي هو لجنه الانضباط قالت اللي هي توقف 6 شهور، واتحاد الكوره رفض العقوبه. اتحاد الكوره هو اللي رفض العقوبه. ليه الراجل ده ما تعاقبش لغايه دلوقتي؟ وليه القرار ما نزلش لغايه دلوقتي؟ لازم نعرف، لان الراجل ده شتمنا احنا. كابتن محمود الخطيب، التهاون في حق جمهور النادي الاهلي مش هينفع. محمود كهربا قبل كده كان بيتكلم مع جماهيره وبينادي مع جماهيره، قال لك ده شتم وغيروا الكلمه، وبعد كده قال لك ده هيقف 6 شهور، بعد كده هيقف 12 مباراه، بعد كده نزل لست مباريات، مع ان الراجل ما كانش شتم اي حد ولا عمل اي حاجه، وكان بيتكلم مع جمهوره. طب الراجل ده شتم جمهور الاهلي وشتم امهات جمهور الاهلي، والفيديوهات موجوده قدام الناس كلها، ولغايه دلوقتي محدش عاجبه. بل اتحاد الكره بيقول لك اعترض على قرار لجنه الانضباط اللي هو 6 شهور، وبعد كده ما سمعناش اي حاجه. فين الاعلام؟ فين الاعلام اللي هو دلوقتي كله بقى ضد النادي الاهلي؟ ليه؟ عشان اداره النادي الاهلي ما بتتكلمش. الاعلام اللي كان ايام محمود كهربا كان كل يوم يطلعوا بالفيديو ويقعدوا يطلعوا كلام ما كانش موجود في الفيديو، وكان كل يوم ما كانش وراهم غير محمود كهربا، مع ان الراجل كان بيحيي مع جمهوره وبيتكلم مع جمهوره، وما جابش سيره اي حد وتعاقب. هو احنا للدرجه دي النادي الاهلي بقى ما حدش بيعمل له حساب؟ لا، لازم الكابتن محمود الخطيب يقف ويشوف الكلام ده رايح فين، لان كده ما ينفعش.